السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من قناة قلب الثالثة شمال. قدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم شكوى رسمية إلى كاف بسبب قرارات حكام تقنية الفيديو في مباراة بوركينا فاسو ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أفريقيا 2023. المنتخب الجزائري تعادل بهدفين مقابل هدفين أمام بوركينا فاسو ليحافظ على آماله في التأهل إلى دور 16 أفريقيا. وأعرب الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن استغرابه من تعيين الحكم الجابوني بيير جيسلانتشو حكما لتقنية الفيديو، رغم أنه تولى المهمة نفسها في المباراة الأولى ضد أنغولا. وأشار البيان إلى لقطات مشكوك في صحتها، أبرزها عدم احتساب ركلتي جزاء لمنتخب الجزائر في الدقيقتين 10 والدقيقة 57، موضحا أن الاحتجاج يستند إلى حقائق يمكن التحقق منها، ويتعين على الحكام المسؤولين الرد عليها. وأضاف الاتحاد الجزائري لكرة القدم: نأمل من خلال هذه الشكوى التدخل حتى يكون التحكيم في مستوى أفضل ويرقى لمستوى المنافسة القارية العريقة. يذكر أن المنتخب الجزائري يختتم مواجهاته في دور المجموعات أفريقيا 2023 عندما يلتقي موريتانيا الثلاثاء المقبل 23 يناير الساعة 10 مساء بتوقيت مصر و11 بتوقيت السعودية. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك بالقناة ليصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.